السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اليوم حبيت أشارك معاكم طريقة تحضير الكيكة بالموز. إحنا دحين في سلسلة التحضير الكيكات اللي بالموز أو الحلويات الموز، الحلا كله بالموز. هنا عندي 2 كوب من الدقيق، معاهم ملعقة نص ملعقة صغيرة من القرفة وفانيلا، ونص ملعقة من بيكنج صودا، وملعقة صغيرة من بيكنج باودر. كل اللي وريته لكم في كده. وعندي هنا ربع كوب من السكر، هنعمل من الكراميل، حطيته عشان نستغل الوقت. ونص كوب من السكر، ونص كوب من الزيت، وواحد زبادي، وثلاثة بيضة، واتنين ملاعق من الزبدة. وعندي هنا الموز مقطع كده. في هذا الوقت أنا كنت بسخن السكر عشان نعمل منه الكراميل. طبعا الكيكة بالموز بالكراميل هنخلط، وبوريكم هنا القالب أنا دهنته بزبدة ورشيته بدقيق عشان يكون عندنا كل حاجة جاهزة. وطبعا لما بدأ يدوب معانا السكر، بدأت أحركه عشان يعني بسرعة يجهز معانا. خلاص هو الكراميل خلاص صار جاهز، يعني نخليه في هذا اللون الحلو عشان ما يتحرق معانا بسرعة. خلاص تمام كده كويس، حطيته في القالب. هو هو أول حاجة بسم الله، ونلحس باللحاسة، ماما بتقول عليها أخليها مدها في الطاوة كده، ونحط عليها الموز اللي أنا قطعته كده دوائر. وطبعا كنت عصرت عليه نص ليمونة كده عشان يضل لونه كويس، وبنحط عليه الزبدة. بتطلع يعني جدا لذيذة الوصفة دي. جربوها وكونوا متأكدين إنه هي هتظبط معاكم من أول مرة. وحطيت البيض، وحط عليه الزبادي والزيت، الكل في مرة واحدة يطحنوا. طبعا هنا بحط شوية راس ملعقة ملح بس عشان يتظبط الذوق. حطيت فانيلا وهنطحن. خلاص يعني لما يتغير اللون البيض، وهنحط الخميرة والبيكنج صودا والدقيق اللي عندنا، ونخلط كمان حتى ينسجم الخليط. ما تخافوا لأنه ما شاء الله الطريقة هذه بتجيبيها الكيكة كده، حتى لو إنه تكون شوية سميكة، بس يعني أنتوا هتشوفوا معايا إنه هتكون منتفخة وشكلها جدا رائع. نجيب كده عود خشبي ونحاول نمرره عشان نخلي كل الكمية تنزل تحت ما بين الموز تنزل يعني ما بين القطع الموز. وهنا ظلت طبعا 35 دقيقة في الفرن، وقلبتها في المول التقديم. طبعا هي لسه سخنة دافية، لأنه عشان الكراميل ما يمسكش شوية، بس هي عشان الزبدة دي بتديله يعني بتخليه كده مكرمل بطريقة حلوة. وخلاص طبعا لصق معانا بس شوية حبات من الموز، فشلناهم كده بالهذه بالملعقة أو بهذا. وهنا رشيت عليهم آه، النارجين أو اللي هو جوز الهند. جوز الهند ده كان عندي كده مقطع طويل، وحمرته في الفرن وخلاص. ونزين بيه، بيتناسب مع الموز، جدا لذيذ ورائع. أتمنى إن شاء الله تجربوه ويعجبكم أكيد. أشوفكم في وصفات جديدة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك، وقولوا لي في التعليق إذا كنتم مهتمين بأي وصفات تانية عشان نحضرها مع بعض. وأشوفكم في وصفة جديدة، في أمان الله.